بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا طريقة جديدة للجمبري ومكرونة. هعمل طبق مكرونة هيعجبكم جدا جدا، وهيبقى ودعة. مكرونة اهيت هنعملها، هنسلقها وهنعمل لها تتبيلة كده معينة بالجزر والخضرة والثوم، وهحشيها جمبري. انا هسيب المية تغلي على النار وهبتدي اعمل نوع جمبري تاني خالص، يعني غير المكرونة بالجمبري عندنا نوع تاني جمبري هوريه لكم. عندي هنا الزيت اهوت، هبتدي احط فيه توم. دي بقى اقلب التوم ده الطريقه دي كده. شايفين التوم؟ الكميه دي جميله جدا اهيت. ابتدي اقلب التوم. انا مش عايزه التوم يا جماعه يتحمر، انا عايزه التوم ياخد يا دوبك تشويحه كده، لانه لو اتحمر هيدينا طعم غير اللي احنا عايزينه اصلا. يعني لو تشموا بقى ريحه التوم دي طالعه حلوه ازاي. ولسه بقى لما كمان نضيف الجمبري السم. ايوه شايفين اهو. تيجي بقى على فكره يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان الجمبري ما بياخدش اصلا على النار كتير، يعني غلط ان احنا نسيبه كتير. احنا نقلبه كده، نفضل نقلب فيه. ايوه بصوا بقى جماله وحلاوته وريحته. لو تشموا الريحه معايا دلوقتي. بصوا هديله فلفل ملح، قصدي ملح، فلفل اسود. اوكي، ابتدي اقلبه تاني كده. شايفين بصوا حلاوه. على فكره الجمبري ده اسمه جمبري قزاز. جمبري ده بقى القزاز ده اول ما يبتدي يشم النار يبتدي يبقى لونه برتقاني كده زي ما انتم شايفين. الله لو تشموا الريحه معايا. خلاص شايفين انا كده بعمل له عمليه سوا. انا بحط له على فكره لسه هحط له خضره، وهحط له ليمون. ده ما بياخدش الا كده. قدامكم اهوت الجمبري لون وهيستوي معانا اهو اهو. طيب انا هديله ايه بقى دلوقتي؟ هديله عصير ليمون. عصير ليمون وعندي شويه خضره اهيت، وممكن كده اهو جزر، حبه جزر، ويبقى عندنا كده خلاص الجمبري استوى. انا ما بحطش للجمبري كمون عشان بيغير طعمه. شوفوا الجمال. خلاص احنا كده عملنا الصنف الجمبري الاولاني. ده هنقدم معاه رز، ممكن نقدم معاه مكرونه او رز سمك. خلاص انا هنا كده عملت صنف خلص. ايه رايكم في المنظر بقى؟ شوفوا الجمال. خلاص هنا هنطفي عليه المكرونه اللي انا قلت لكم عليها. بصوا بقى دي المكرونه، بصوا هنسلقها وارجع لكم. ابتدي بقى معاكم دلوقتي الجمبري، خلطه الجمبري اللي انا هعمله للمكرونه. هعمل نفس الخطوات. هحط زيت وبعدين هحط توم. اوكي التوم اهوت، اقلب التوم كده اهوت.
هديله برضو تقليبه بسرعه كده، تقليبه تقليبه تقليبه. ها اهوت، على بال بس المكرونه ما تستوي. احنا معانا اهو المكرونه بتستوي براحتها خالص. بصوا نحط بقى الجمبري. على فكره الجمبري ده انا اللي جايباه ومنضفاه كده، شارياه ومنضفاه، يعني مش جايباه جاهز، مش جايباه اكياس جاهزه كده. هو هحط ايه بقى؟ هحط دلوقتي معاكم، عندي الجزر، وعندي ملح، فلفل اسود، اقلبه كويس قوي كده لغايه ما يستوي واحس انه استوى. بس برضو خدوا بالكم ان احنا ما بنخليش الجمبري كتير على النار، عشان مش كويس انه يفضل على النار كتير. خلاص اهوت، اقلب كده زي اكنك بتحمري لحمه مثلا، تقلبيها على الناحيتين بالطريقه دي. شايفين ايه رايكم؟ ومش عايزه اوطي عليه، عشان انا لو وطيت عليه النار هينزل ميه، هيفقد السوائل اللي فيه. اقلب المكرونه. اتفقنا. ايه رايكم؟ شوفوا الحلاوه دي. بصوا كمان لما تدوقوه بقى هتشوفوا انه طعمه تحفه. كميه الليمون انا عايزاها تبقى كميه حلوه كده عشان يبقى طعمه حلو، لان هنا هو اصلا الصوص اللي فيه ده هو اللي يعني هيتحط على الجمبري، هيبقى لذيذ قوي 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 قوي. بصوا خلاص كده نحط الخضره. الخضره دي عباره عن ايه؟ عن شبت، لا بقدونس بقى ولا اي حاجه ولا كزبره خلاص بصوا اهو، وخلص معانا الصنف الثاني للجمبري. احنا مستنيين دلوقتي المكرونه تخلص وهنحطها مع بعضيها. هنعمل ايه؟ الجمبري ده هنحشي بيه المكرونه، يعني اكن بنعمل محشي. بصوا دي ودعه كبيره تحط في كل واحده جمبريايه، وهتشوفوا برضو هنعملها ازاي. دلوقتي هبتدي بقى اخد المكرونه اهيت، احط في كل مكرونايه جمبريايه كده. بصوا المنظر بقى جميل ازاي. عايزه اقول لكم بقى الليمون مع الصنف ده. يا رب اكون عملت حاجه تبسطكم، وكنت النهارده معاكم في طبق مكرونه بالجمبري بشكل جديد، وجمبري معمول برضو بطريقه حلوه اهو. وممكن الجمبري ده اقدم معاه رز او اقدم معاه مكرونه برضو. بقى تدوني لايك حلو كده وشكرا.